الكشف عن الخطة الجزائرية مع قطر ضد المغرب. خيوط المؤامرة. الجميع يتابع العلاقات الجزائرية القطرية في بعض المشاريع بين البلدين، والتي تتسم بالتعاون والتضامن بين الطرفين، لكن الجميع يتساءل عن السر في العداء القطري للمغرب، بالرغم من أن المغرب لم يكن في يوم من الأيام يتخندق ضد قطر في أي ملف من الملفات الاستراتيجية في الشرق الأوسط. فالقطريون ينجزون في الجزائر أكبر مشروع لتربية الأبقار، وسيؤسسون مشروعا لإنتاج حليب الأطفال، مما يعني تغلغلا وسيطرة على قطاع حيوي في الجزائر. لكن الجديد اليوم في الشراكة بين البلدين هو مشروع مشترك، وشركة جزائرية قطرية برأس مال مشترك 49% للقطريين و51% للجزائريين، للإنتاج المشترك للحديد بين البلدين لاستغلال غار جبيلات. وجاء في جريدة بعنوان عريض: استثمارات بمليارات الدولارات، الجزائر وقطر تسرعان مشاريع كبرى في الصلب والألبان. وأنتم متابعين الكرام تلاحظون مشاريعا في الصلب والألبان، فقطاع الصلب وحده مشروع، وقطاع الألبان وحده مشروع. يقول صاحب المقال: تتجه العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وقطر نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، مع الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من توسيع مركب بلارة للحديد والصلب بولاية جيجل، إلى جانب الشروع في مشروع إنتاج حليب الأطفال والحليب المجفف بالشراكة مع مجمع بلدنا الجزائر. وفي هذا السياق تحدث وزير الصناعة وسفير دولة قطر بالجزائر بحضور الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الحديدية والصلب وعددا من الإطارات السامية للوزارة حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، مع التركيز على المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية المشتركة. وفق بيان الوزارة، تسريع توسعة مركب بلارة للصلب. شكل مشروع توسعة مركب بلارة التابع للشركة الجزائرية القطرية للصلب محورا أساسيا في المباحثات، حيث شدد الطرفان على ضرورة الإسراع في إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، نظرا لأهميته في دعم الصناعة الثقيلة الوطنية ورفع القدرات الإنتاجية للجزائر في مجال الحديد والصلب. وكان وزير الصناعة السابق قد أسدى مطلع سنة 2024 جملة من التوصيات أبرزها التعجيل بتوسعة المركب، لما لها من تأثير مباشر في تعزيز القدرات الإنتاجية وخلق أكثر من 1500 منصب شغل جديد. وفي هذا الإطار قام الوزير بزيارة ميدانية إلى مركب الشركة الجزائرية القطرية للصلب في المنطقة الصناعية بلارة ببلدية الميليا في جيجل، حيث اطلع على واقع هذا المشروع الاستراتيجي. وخلال الزيارة استمع الوزير إلى عرض قدمه المدير العام للشركة يوسف بن أحمد المهندي، أوضح فيه أن المركب دخل مرحلة الاستغلال بطاقة إنتاجية أولية تقدر ب2.5 مليون طن سنويا. وأضاف آنذاك أن المرحلة الثانية من المشروع سترفع الطاقة الإنتاجية بنحو 2,000,000 طن إضافية، ما سيسمح بتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني من الحديد والصلب، خاصة مع استغلال خدمات الحديد القادمة من غار جبيلات لترتفع القدرات الإجمالية إلى نحو 4 ملايين طن سنويا. وهنا نلاحظ استغلال منجم غار جبيلات والذي يجمع حوله المغرب والجزائر اتفاقا للاستغلال المشترك وتأسيس شركة جزائرية مغربية. وهنا يأتي
التآمر القطري حول المغرب من خلال حرمانه من موارد اقتصادية مهمة. ويكمل صاحب المقال: ويأتي ذلك في إطار الاتفاق المبرم بين الجزائر وقطر سنة 2022 لاستكمال المرحلة الثانية من توسعة مركب بلارا. ويشغل المركب حاليا أكثر من 2700 عامل، مع توفير برنامج تكوين متخصصة لضمان التحكم في مسار الإنتاج وتحسين الأداء. كما تمكن في الفترة الأخيرة من تصدير منتجاته إلى أكثر من 15 دولة أجنبية بمساعدة قطرية. وأكد الوزير بالمناسبة أن الشركة الجزائرية القطرية تعد نموذجا ناجحا للتعاون بين البلدين العربيين، داعيا إلى الإسراع في تجسيد المرحلة الثانية من المشروع لتغطية حاجيات السوق الوطنية وضمان الجودة والنوعية بأسعار تنافسية. هنا نلاحظ متابعينا الكرام أن القطريين دخلوا بالطول والعرض في الاقتصاد الجزائري، فنفس الشركة التي ستنتج حليب الأطفال للجزائريين وهي قطرية هي نفسها الشركة التي ستنتج الصلب والحديد الجزائري القادم من غار جبيلات، وهو سر العداوة للمغرب. فبعد ابتعاد مستثمرين كبار من دول كبرى عن الاستثمار في المشروع، والذي تدور حوله خلافات كثيرة مع المغرب، دخلت قطر على خط المشروع من خلال التمويل وتأسيس شركة للاستثمار مع الجزائر في كناية ضد المغرب. فقطر تعلم أن حديد غار جبيلات يمثل مشكلة قانونية نظرا لوجود اتفاق بين المغرب والجزائر حوله، وهذا ما يفسر متابعينا الكرام الغزل المتبادل بين الطرفين هذه الأيام. فالمغرب يحتضن كأس إفريقيا للأمم، والإعلام الجزائري القطري ما زال يتحدث عن كأس العرب، حيث كانت الخطة والأمنية هي فوز الجزائر بهذا الكأس من أجل خلق بوق إعلامي غير متوقف يتحدث عن المنتخب الجزائري، وفي نفس الوقت مدح البنية التحتية القطرية. ورغم ذلك ما زال هذا الإعلام يركز على كأس العرب من خلال ذكر أن قطر قدمت نسخة عالمية من كأس العرب مونديال العرب، ومباراة الافتتاح بين قطر وفلسطين، والمباراة النهائية بين المغرب والأردن في ملعب آخر. فهناك توحد متبادل بين الطرفين في الرؤى، كناية في المغرب واستغلال حديد غار جبيلات، والذي من المفترض أن يكون المغرب الطرف المشارك في المشروع وليس الجانب القطري. فالقطريون يخنقون الاقتصاد الجزائري، فالسيطرة على قطاع مهم وهو حليب الأطفال يضع الجزائر في موقف ضعيف أمام القطريين، وكذلك السيطرة على قطاع الصلب، والذي ستلعب فيه قطر دورا قذرا. فالتصدير قطر هي من ستتكلف به، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية تصل إلى 127% على قطاع الصلب الجزائري، مما يعني أن الجزائر لن تصدر شيئا، بل قطر هي التي ستقوم بهذه المهمة إلى دول آسيا أو الدول التي ستقبل الصلب الجزائري مقابل الأسلحة. ويشير بعض المحللين أن مشروع خط السكك الحديدية الرابط بين غار جبيلات في الجنوب وميناء التصدير في الشمال ربما هو من تمويل قطري، والأيام ستثبت صحة هذا الكلام أو تكذبه. القطريون والجزائريون يتآمرون على المغرب، وقطر تكشف الوجه الحقيقي لها، فهي ترد الجميل إلى المغرب يوم فرض عليها حصار خانق من الأشقاء الخليجيين. كان المغرب يرسل الطائرات محملة بكل ما يحتاج إليه القطريون
من أغذية وغيرها. المغرب بالرغم من تآمر الجزائر عليه من خلال غلق الحدود والدعم الإعلامي القطري له، خاصة قناة الجزيرة، والتحكم في السماء من خلال غلق الأجواء ونشر الافتراء والكذب في الإعلام الجزائري عن كل ما هو مغربي، وتصوير المغرب كدولة من دول القرون الوسطى يحاول أن يبني بنية تحتية حقيقية عجزت قطر على بناء مثلها. ولا أدل على ذلك عدم توقف أي مباراة في كأس إفريقيا بسبب الأمطار، بينما في قطر توقفت مباراة السعودية والإمارات في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث. المغرب لن يسكت عن حقوقه والمساس بها وسيدافع عن نفسه، فقطر تعاند مصالح المغرب هي والجزائر ليس اليوم فقط بل منذ سنين طويلة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، ونطرح عليكم سؤالا: في نظركم ما أسباب العداء القطري الحقيقية للمغرب؟ أين يكمن السر؟ نترك لكم التفاعل مع هذا الموضوع، وسنتفاعل مع تعليقاتكم جميعها. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصل إليكم كل ما هو جديد. وعاشت المملكة المغربية، والسلام عليكم.